السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال. اليوم غادي نوجدوا هذا الخبيز اللي كيجي الصراحه البنات رائع بلا دقيق ابيض، غير الزرع والنخاله. عفوا بالنسبه للناس اللي ما تياكلوش الدقيق الابيض، فصراحه هاد الخبيزات كيجيو رائعين وكيجيو رطبين، ما تيجيو لا قاصحين لا حتى شي حاجه. بالنسبه مع هاد المناسبه ديال العيد اللي ما تياكلش الدقيق الابيض وهذا يدير هاد الخبيزات هادو. وكيف ما على واحد التعليق، واحد الاخ حط ليا ديري لنا ما هادو نستافدوا منهم الحلاوه راه قتلاتنا. بسم الله على بركه الله. هنا البنات غادي ندوزو المقادير. انا عندي معلقه ديال الزبده كبيره، عندي معلقه كبيره ديال العسل، 2 معالق ديال زيت الزيتون، ومعلقه ديال الخميره ممسوحه حيتاش دابا صاد. عندي 100 غرام ديال النخاله، وعندي كيلو ديال الدقيق بالنخاله ديالو. خايبه لكم هكاك، راه بنخالته، غير هنا هما في اوروبا كيطحنوه شويه بزاف. صافي. وعندي الملح، الزبده كيف ما قلت. الناس اللي ما يقدروش هذه يديروا زبده بلديه ولا كتبقى اختياريه، تقدروا ما ديروهاش. صافي. هنايا غناخذ الكيلو ديال الدقيق والماء، غادي نعبرو معكم البنات بالكاس. هنا عندي 100 غرام ديال النخاله، ما يعادل 3 الكؤوس الا ربع ديال النخاله. عندي غادي ناخذ ندير الخميره البنات كما قلت لكم، معلقه ديال الخميره كبيره، وعندي معلقه ديال العسل. اللي ما عندوش العسل يقدر يدير سكر سنيده، ولكن من الاحسن العسل. صافي. وغادي ندير زيت زيتون 2 معالق كبار كيف ما قلت لكم التذكير. وهنايا غادي نبدا عبر، غادي نخلي الزبده والملح حتى هما الاخرين، وغادي نبدا نخلط العجين ديالي. غادي ناخذ معكم العبار بالماء. ديت الماء هنا دافي ماشي سخون بزاف حيتاش باش ما يديرلناش حتى العجينه، واصلا كاين الصهد. صافي. هنايا غادي نعبر بالكاس معكم. انا خدا ليا البنات 5 الكؤوس، ما يعادل 800 غرام ديال الماء. 5 الكؤوس ما يعادل 800 غرام. صافي. هنا غادي ندير هذه ديالي التعجن. اللي ما عندوش العجانه يعجن حتى بيديه ماشي مشكل، ما كيحتاجش هذا تدلكو ترطشوه، تقاود شويه بشويه. صافي. وكتجمعيه وتغطيه وتخليه كيرتاح. صافي. هانتوما غادي تشوفوا معايا كيف ما انا درت. انا بعد ما تعجنوا داكشي تدلك مزيان في العجانه. انا كنت بغيت نديرو معكم بصراحه في القصريه باش الانسان حتى اللي ما عدا يشوف، ولكن عندي واحد الصبيه مضروب. داكشي علاش العجين ديالو البنات كتجي خفيفه. علاش غنديروها خفيفه؟ حيتاش الزرع ما معاه لا فورس لا حتى شي حاجه اللي غيجيب الخبز خفيف. فمن الاحسن نخفوا العجينه ديالنا. ما تخافوش منها واخا تجيكم مطلوقه، راه ما غتحتاجوا لا تقرصوا لا حتى شي حاجه باش غيجينا في ديك لا فورم ديالو ويجينا حتى خفيف. هنايا بعد ما ساليت العجينه دلكات مزيان، ديك الملحه ذوبتها في الماء، يعني الملح كتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. صافي. خويتها هنايا وغادي نخلط واحد شويه ومن بعد غادي نضيف الزبده، ديك المعلقه ديال الزبده. ني الزبده والعسل كيعطيوه واحد، العسل كيعطي واحد التحميره ولا هشاشه، والزبده عاود كتحمروا هذا. يعني كتبقى اختياريه الزبده، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. صافي. هنا بعد ما دخلت فيها ديك الملح مزيان، شفتوا معايا العجينه راه خفيفه بزاف. هنا غادي نضيف ديك المعلقه ديال الزبده. وغادي نعاودو ندخلكوها مزيان باش تدخل فيها ديك الزبده في العجينه ديالنا.
في انا هنا جهدت العجانه باش تدخل فيها ديك الزبده بالخف. انا ما سرعتش الفيديو لانه باش تشوفوا معايا كاع المراحل. صافي هنايا ها هي العجين ديالنا البنات، شتي على هذا الشكل هذا كتجي خفيفه وكتلصق في اليدين، ولكن ما تخافوش منها. هنا صافي غادي نخليها بعد ما تعجنات مزيان، غادي نخليها في داك البول ديال العجان وغادي نخليها تختمر. شفتوا راه العجين ديالها صراحه كتجي مزيانه، يعني مطاطيه واخا ما فيهاش الدقيق الابيض، حيتاش كاين اللي ما كيبغيش الفورس، بحال اللي سبق لي قلت لكم واحد الاخ خلى ليا تعليق قال لك ديري لنا شي حاجه ديال صحيه، راه بنادم مرض بالسكر وبالطونسيون. فقلت غندير هاد الخبيزات ونشاركهم معكم. صافي هنا بعد ما غطيتها البنات كيف ما كتشوفوا معايا الضعف الحجم ديالها، غادي نخرج من داك الهوانيت بالعجانه، دور فيها واحد الدوره ولا جوج وغادي نطفي عليها ونخليها تختمر المره الثانيه والمره الثالثه. البنات راه كيخمر بالزربه، هاد الخبز راه ما غنحتاجوش نخمروه، راه كيتخمر حيت الزرع كيف ما كنعرفوا دغيا كيخمر. وما دابا مع الصهد كاين شويه الحراره فكيخمر بواحد السرعه. صافي هنايا بعد ما كررت العمليه 3 ديال المرات كيف ما كتشوفوا معايا العجينه خفيفه بزاف وما تخلعوش منها. صافي هنايا هاد الزرع البنات ديال هنا ماشي بحال عندنا في المغرب، شتي الشكل ديالو شويه احمر. صافي غادي نبدا نقطع هنايا كيف ما تشوفوا معايا. انا خديت زليفه فيها الماء وزلافه فيها هذا، غادي نقطع خبيزات. يعني البنات اللي بغيتوهم صغار انا درت 4 كبيبرين شويه و5 صغيورين، اللي بغيتوهم هاد الكيلو وديك 100 غرام نخاله غادي يعطينا 10 ديال الحبات صغار الا درناهم في قياس واحد. هنا غادي نبدا كنقطع وغادي نفرش لهم شويه النخاله باش نحطهم معاكم. كاين اللي ما غاديش يقدر مثلا ولا هذا ولا يخشي في زلافه وعاد تقدر تجي ما تجيش طريقه مبسطه، فقلت نديرهم معكم هكا على الطريقه هذه. ما ديجا مشاركه معكم نيت في قناه الخبز مي لا كنغطس في زليفه وكنهز. هنا قلت غندير هاد الطريقه عاود باش اللي ما عرفش يدير لها هكا يعني اسهل. هنا كنت فرشت شويه ديال النخاله، فرشوا النخاله مزيان حيتاش غادي يلصق، من الاحسن نفرشوا ليه مزيان. صافي هنايا كنكور العجين ديالي غادي نديرهم على كويرات كاملين. واللي عنده البنات الفران ديال الغاز ثقيل من الاحسن يقطع دوك الاربعه ولا دوك الخمسه الاولين يلوحهم في الفران، حيت بعد ما كنقطعوهم كنشعلوا الفران ديالنا كنرميو الخبز، ما كنخليوش يخمر ديجا كيخمر بوحدو، كيخمر بواحد السرعه. صافي منين يدخلوا الفران الاخر خليوه في القصريه، ما تقطعوش حتى دخلوا هذا الفران ويقرب يطيب، عاد قطعوا دوك الخمسه اخرين وديروهم في الطابه باش ما يخسرش لكم في الخميره. صافي هنايا انا بعد ما قطعتهم انا كندهنهم بالماء وغادي نرش عليهم النخاله غير بيديا، ومن بعد غادي نبدا كنحطهم في الطاوه كيف ما كتشوفوا معايا. صافي انا درت هذه الطريقه قلت زعما احسن وبساطه، يعني اللي ما قدرش مثلا يهز شويه كتجي هذا. صافي دابا غادي ندهن لهم الوجه ديالهم ديك النخاله اللي عجننا منها، كندهنهم مزيان، ولكن في الاخر غادي نحيد منهم شويه باش ما كنقرصهمش البنات. الا تشوفوني كندير هاد الحركه هادي راه ماشي تنقرص، غير كنحاول نحرك ديك النخاله باش ما تكونش كثيره حتى في الوجه ديال الخبز، يعني تجي القياس. ما غاديش نقرصهم، غادي نلويهم وغنخليهم على الطبيعه ديالهم وهما غاديين يطلقوا راسهم ويجيونا الخبيزات ديالنا واقفين وزوينين. صافي هنايا صافي انا كندير هكا غير باش نحيد ديك النخاله كيف ما كتشوف معايا، ما تنقرصهمش، ما قرصتهمش حيت الا قرصتوهم ما غيجيكمش الخبز زوين. فحاولوا كيف ما تقطعوهم تخليوهم بحال الطريقه ديال هذا مثلا القرص باش ما يديرولناش. شفتوا حيتاش العجينه خفيفه بزاف مي ما تخافوش منها. صافي هنايا غادي نبدا نهزها ونحطها في الطاوه.
داكشي كيما شفتوا معايا البنات. ونحطوهم بعد الا حطيتوهم قرا بغا يتلاصقوا لكم حطوهم شويه بعد. راه يلا حطيتهم في الطاوه كيبانوا لكم بداو يعني بداو كيخمروا. صافي انا هنايا غادي نكمل غير الاخرين بالزربه وغادي نخشيهم في الفران. الفران البنات درتو على درجه الحراره 250. صافي والعافيه الفوق والتحت. شفتي ها هو كيف قلت لكم دغيا كيخمر. صافي غادي ندخلو دابا الفران. ها هما الخبيزات البنات شفتوا معايا بعد ما طابوا لنا الخبيزات ديالنا هما هادو كيجيو الصراحه رائعين. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وبقى لي الا نقول لكم السلام عليكم.